السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ معاكم فيديو جديد مع طريق كودر بروجرامينج وبسكول. النهاردة هنعرف حاجتين مهمين جدا: string interpolation والstring concatenation. بص يا معلم، انت عشان تجمع between two strings محتاج حاجتين، يا الانتربوليشن يا الconcatenation. تعالى نشرح واحدة واحدة. هناخد أول حاجة الconcatenation. تمام. بص يا معلم، تعالى نعمل string نحط فيه first name وهنسميه مثلا. بص تعالى عشان ال variables تبقى اسمها سهلة هنسميها ايه؟ letters محمد. و variable تحتيه بالظبط اسمه علي. حلو. انت عشان تجمع between التو strings دول محتاج حاجتين. بص تعالى نعمل كده اهو. تعالى يا عم نيجي نعمل ال A بلس ال B. هل انت جمعت كده between السترنجين؟ وانت جيت جمعت between التو strings. تعالى كده نعمل run اهو، محمد علي. حلو. طب احنا عايزين نعملها اهو سبيسز كده، برضو مش هتعمل سبيسز. طب نعمل ايه؟ قال لك يا باشا ان هذه الطريقة مش احسن حاجة. ليه مش احسن حاجة؟ على فكرة احنا ممكن نعمل سبيس بطريقة سهلة اوي، ان احنا نيجي نعمل كده وندوس سبيس، ولو عملنا رن يا رب اهو. بص يعني هي طريقة سهلة جدا، بس الطريقة دي ايه؟ مش اللي هي الجامدة اوي يعني. تعالى ناخد الطريقة التانية، اسمها ايه بقى؟ string دوت ايه بقى؟ دوت كات. هو بص string اصلا ايه؟ فيه 500 ميثود. هناخد كونكات. حلو. وندخل التو فاريبلز بتوعنا اللي هما الاي والبي. جميل اهو، بس عشان هنا في ايرور. ودي الطريقة التانية عشان تعمل string كونكات. طب الطريقة التالتة، تعال بس نعمل سيبريتورز كده بين كل طريقة وطريقة عشان ايه ما ندخلش في بعض. ماشي. تعال ناخد ده برضه ايه، نحطه هنا كده. ماشي. الطريقة التالتة بقى يا معلم، تجيب string تاني تحط مثلا تسميه كي وتعمل كده. تعمل ايه بقى؟ تروح جايب الفاريبل اللي اسمه ايه ده وتعمل له بلس، تروح حاطط null value، وبعد كده تروح حاطط ايه بلس البي، وبعد كده تيجي تعمل ايه console دوت رايت لاين للايه للكي اهو. ببساطة تعالى نشوف الطرق دي هتودينا لفين. بص يا معلم اهو يا عمي، ماشي اهو. بس كلهم أدوا إلى نفس الطريقة، بس دي يعني زي بيقولوا ايه، تعدد مهام كلهم بيأدوا إلى نفس الطريقة وكلهم اسمهم string concatenation. انت فاهم؟ بس انا بحاول اديك على قدر الامكان كل حاجة، يعني كل حاجة. ندخل بقى على الايه السترينج انتربوليشن يا معلم. الانتربوليشن بنستخدم فيه حاجتين جمال قوي. الانتربوليشن بقى يعني اسهل من الحاجات دي، او هو الاكثر شيوعا زي ما هما بيقولوا. هنعمل سيبريتور ظريف. بص بقى يا معلم، في الكونسول دوت رايت لاين علامة دولار دي اسمها string interpolation، وبعد كده تروح فاتح الكوتيشنز بتوعك وتعيش بقى يا معلم. هتكتب مثلا ايه ماي، لا اقول له the name of the client equal، وتروح فاتح البيرسيز دي اهي، وتكتب فيها
الفاريبلز. تمام يا شباب؟ تمام. ونيجي نحط هنا البي اهو ونعمل رن اهو يا معلم. the name of the client is محمد علي. يبقى دي كلها طرق للسترينج فورماتنج او السترينج ايه، او يعني زي ما بيقولوا كده جمع السترينجز او جمع الكلام مع بعض. تمام تمام. في حاجه بقى عايز اقولها لك برضو اضافه لحوار السترينجز ده. انا نعمل سترينج كده ونسميه ان بيساوي دبل كوت، بس دبل كوت فاضيين. ده حاجه اسمها empty string. حاجه اسمها ايه؟ empty string. تعالى نطبع في الكونسول. استخدم الميثود اسمها string is null or empty، وتحط فيها القيمة بتاعتك اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الإن ده. وتعالى نشوف هيطبع لنا إيه في الكونسول. تعالى نعمل ران كده. true أهي true. بص يا معلم، الميثود اللي اسمها is null or empty دي بنستخدمها في الإف كونديشن، وهنعرف نستخدمها ليه في بروجيكتس كتير. حلو حلو. is null or empty دي بتعرف لك السترنج ده فاضي ولا لأ، وهنعرف نستخدمها ليه في الإف كونديشنز. تمام تمام. وده كان الدرس معانا النهارده، ونشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم تري كودر بروجرامينج ويب سكول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.